يما شغال ثانية تسويها بعد عمري. راح تروح السنة مش للزيارة الأربعينية، تعال أوصيك وأذكرك بكم شغلة تفيدك وتخليك مرتاح وفرحان وترجع للبيت وأنت محقق شيء ما راح تندم عليه. أي يا الله شوقتنا. شنو هاي الشغلات؟ في البداية خلينا نتفق، هذا الكلام اللي راح تسمعه حاكي قبل سنة أو سنتين، بس لازم نعيده. يمكن أكو أشخاص هاي أول سنة راح يروح للزيارة، أو أكو أشخاص ما سامعين بهذا الكلام. لا تحرج المعزب بكثرة الطلبات، ماكو نارجيلة، ماكو قهوة قريبة، وتخليه ملتزم وياك، وباله يمك خاف يصير لك شيء وسهران على مودك. خلي احتياجاتك الأساسية جاهزة وياك من جقايرك ورصيدك، مو توصل البيت المعزب وتظل تلمح ماكو سوبر ماركت قريب، جقايري خلصت، رصيد ما عندي. ما مبرد ذنبه وخصيم العباس ابو فاضل اللي يطب لي المعزب، راح كبدي من ابني احمد هم راح يروح وياك. قال لي ملا وين الدكان اريد اشتري رصيد، اريد اشتري جقاير، هذا الشيء واحد مسويه ما مبرد ذنبه. وتحرج الناس وما تعرف انت وضعهم المادي شنو. انت تعبان وتريد لك مكان حتى ترتاح بيه، فابتعد عن هاي الامور. ملابس اخذ وياك، وملابسك الداخليه اغسلهن بيدك، وهن همينه بسيطات ما يحتاج لهن شيء. ولا تحرج العالم يمكن ما عندهم غساله. شاحنتك اخذها وياك، ولا تظل تطلب من العالم وتحرجهم وبعدين يمكن تنساها ويظنون بيك ظن سوء وتشوه سمعة المشاية. اكيد انتم مجموعة اصدقاء او اقارب راح تروحون مشاية، ضروري تبتعدون عن الضحك والشقة والتلفظ بالالفاظ السوقية، لا تصيرون سبب بتخريب سمعة المشاية والناس تحكي عليكم وتاخذ غيبتكم. واوش وذولا صدق ما يستحون. وبالمقابل خليك شاب حسيني واعي مثقف يحتذى به، والناس من تشوفك تقول الله يرحم والدي على هاي التربية والاخلاق. واخر وصية واهم تذكير من اخوكم الصغير، يا بعد خيك مو لازم موبايلك وتصور كل شيء وتنشر على التيك توك على مود المشاهدات والمتابعين وتصير سبب بتشويه سمعة المشاية. وهواي اكو ايجابيات واشياء حلوة تقدر تنقلها وتصورها بصورة صحيحة. خليك صاحب رسالة ومسؤولية امام الله والحسين، وخلي كل واحد بينا يشعر بالمسؤولية وهو يمشي بهذا الطريق، وانه هو يمثل كل المشاية بتصرفاته. وبالنهاية اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. اشوفكم فيديوهات اخرى ومع السلامة.